بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده هعمل لكم القرص القمر دي بطريقه سهله وبسيطه وبمكونات موجوده عندك في البيت. يلا بينا مع بعض نقول المقادير 4 كوبايات دقيق جميع الاستخدامات، ادي 4 كوبايات دقيق، ذره ملح، كوبايه زيت، يكون زيت نضيف وعشان يبقى طعمه حلو، معلقتين سمنه، معلقتين لبن بودره، ومعلقه سمسم، وحطينا معلقتين سكر على معلقتين خميره، وهنسيبهم يتفاعلوا عبال ما نبس العجين. وهنبس العجين بالسمنه والزيت وهنبسه حلو. دي اكتر مرحله مهمه عشان الدقيق يشرب الزيت والسمنه وتبقى اللقمه ناعمه وجميله. هنضيف الخميره بعد ما اتفعلت، والعجينه احتاجت حبه ميه كمان حطيناهم. ونلم العجينه، ما نعجنهاش، نلمها بس. ولمينا العجينه وبصراحه ريحتها جميله من معلقتين السمنه، اكنها معموله كلها بسمنه بلدي. وهنغطيها ترتاح شويه. وللحشوه معانا نص كيلو عجوه ومعلقه سمسم وجوز هند وسوداني مجروش وسكر وقرفه. هنحط معلقه سمنه على العجوه والسمسم ونهرسها مع العجوه. بعد ما هرسناها ودخلنا السمنه فيها والسمسم، نجهز الحشوه الثانيه، السكر والقرفه وحبه سوداني مجروش وحبه جوز هند، وهنقلبهم على بعض. وهنجهز العجوه نعملها كور صغيره على قد القرصه اللي هنعملها الصغيره. وبعد ما خلصنا كميه العجوه كلها هنجيب العجينه عشان نشكلها، وهناخد قطعه عجين صغيره قد الليمونه الكبيره، ونعمل فراغ في النص نحط فيه العجوه ونلمها عليها. سهله جدا، اللي عايز يكبر القرصه اكبر من كده يكبرها. وهنعمل واحده كمان نكورها ونعمل فراغ في النص ونلم عليها العجينه. سهله وبسيطه والمكونات موجوده في البيت، هتشتري بس العجوه من بره. وهنعمل اللي بالحشوه التانية، هناخد قطعه عجين ونكورها ونعمل فراغ في النص وناخد معلقه حشوه ونقفل عليها كويس ونغرزها في الحشوه. بعد ما خلصنا الكميه هندهن اللي بالعجوه لبن عشان نحط عليه حبه سمسم، هنحط سمسم على القرصه كده. وبعد ما خلصنا هنسيبها ترتاح ساعه وبعدين نحطها في الفرن. وبعد ما عدى ساعه هنحط القرص في الفرن لمده 30 دقيقه على درجه حراره 200. وادي شكلها بعد ما طلعت من الفرن. ممكن تاكلوها في الفطار او في العشاء، ان شاء الله تعجبكم وبالهنا والشفا.